يا صباح الفل عليكم يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. بصوا مبدئيا كده يا جدعان، يعني ايه، انا هحاول اعلي صوتي شوية عشان في ناس كتير اشتكت من الصوت ان هو واطي. فأتمنى النهاردة ان الصوت في الفيديو ده يكون كويس يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، عنوان الفيديو النهاردة يا جماعة: أسهل طريقة تخش بيها أمريكا. هقول لك النهاردة على أسهل طريقة تخش بيها أمريكا. بص يا معلم، رجل على رجل من غير ولا كلمة. مفيش. لا لا لا، بهزر. بص يا باشا، سيبك من العناوين الرنانة اللي أغلبية الناس بتحب تحطها علشان خاطر انت مثلا واحد نفسك تسافر امريكا او بدأت تشوف فيديوهات عن امريكا، فيبدأ العناوين تشدك. تمام. بص يا جماعة، باختصار شديد، تمام، امريكا ملهاش معايير. ايه يا احمد اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لك امريكا ملهاش معايير. هيقعد، بص، كل شخص يجي يقول لك لا مش عارفه ايه، لا مش عارفه مين. كلها يا جماعه بتروي القصص بتاعتها الشخصيه، وكل واحد شايف ان الطريقه بتاعته هي الامثل للاسف. وده يعتبر طبع فينا احنا. تمام. في واحد مثلا جه قدم على اللوتري وجات له اللوتري من اول مره، خلاص فهي اللوتري، ومفيش حد بيتقبل فيها السياحه، ومفيش حد بيسافر سياحه، مفيش حد بيخش دراسة. هي اللوتري يطلع يتكلم للناس ويمجد للناس في اللوتري. طيب في ناس بقى خدت فيزا سياحة، يطلع يقول لك فيزا السياحة انا خدتها ازاي. وده يقول لك لا الطريقة دي غلط، الطريقة دي عمرها ما تدي فيزا. ويطلع واحد في الكومنت يقول لك لا انا عملت الطريقة دي وخدت الفيزا. واكيد كلكم بتشوفوا الكلام ده كله. انا شخصيا والله العظيم ثلاثة، ويعني ومحد ليه عليا حلفان. انا افتكر ان انا لما دخلت السفارة الامريكية والله العظيم ولا كان معايا كشف حساب بنكي ولا كان معايا اتش ار ليتر. تلاقي حد في الكومنتات يقول لك لا يا عم انت عايز تلبسنا. انا في نفس الفيديوهات بتاعتي بقول لك خد الورقه معاك. الله اعلم، ممكن يطلب منك، ممكن لا. لا يا عم خد الورقه، ما تاخدش وده انا قلته في فيديوهات ليا كتير والله العظيم، والناس شهاده على كده. ان انا بقول لك تجربتي يعني، حتى انا بسيب العنوان تجربتي بقول يعني اللي حصل معايا يعني، لان في ناس كتير جدا بتقول لي احكي لنا اللي حصل معاك من اول ما انت بتملى الاستماره لغايه المقابله. فبصوا يا جماعه من الاخر، انت عايز تسافر امريكا، شوف انت ايه النوع اللي انت شايفه كويس. إيه لوتري؟ انا شايف ان اللوتري قدم يا باشا ببلاش. اهم حاجه الصوره مظبوطه، يكون معاك شهاده ثانويه عامه او 12 سنه تعليم، وحتى ما بقوش طالبين باسبور دلوقتي. قدم. هتسمع برضو الناس المحبطين يقول لك لا ما ده يا عم محدش بياخدها، يا عم ده مفيش، يا عم ده مش عارفه ايه. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. ما ليك نصيب هتاخدها. قدم يا عم، يمكن انت اللي تطلع من المحظوظين، ليه لا؟ ما تسمعش للكلام ده، عشان والله العظيم يا جماعة احنا مش بنحب الخل بعض والله العظيم ثلاثة، وعن تجارب يعني. فعايز تقدم قدم. انت مثلا دخلت عايز تقدم على فيزا سياحة امريكا، انت ممكن مثلا تكون شايف ان انت اوراقك كويسة جدا. انا كنت شايف في الوقت ده، انا افتكر انا كان معايا 4 شنجن، فقلت ليه لا ما اقدم، ورايح بباسبورين والدنيا جميلة زي الفل. تمام. انا كنت شايف ان انا نفسي مهيئ لده. في شخص تاني يقول لك مثلا انا هقدم دراسه، راجل مثلا متيسر الحال او اسره متيسره الحال وعايزين يسفروا ابنهم امريكا. ناس يا عم معاه ملايين. هو شايف هو ده الطريق الاسهل ليا بالنسبه لي، هخش امريكا بفلوسي. دي جزئيه. في واحد تاني اتجوز ومراته جت خدته ومشت، هو شايف ان هو ده اسلم حل. واللوتري، وهيطلع على فكره وهيعمل فيديوهات يقول لك اللوتري محدش بيتقبل، في السياحة محدش اتقبل، لازم تصاحب أمريكية وتخليها تيجي. هو ده اللي حصل معاه، وجهة نظر وبرضه تحترم. لازم يا جماعة نعود يعني نتعلم ونتعايش مع الاختلاف. أحمد مثلا طالع بيعمل لك فيديو بيقول لك أنا سافرت أمريكا مثلا بفيزة سياحة، خدت فيزة السياحة، دخلت اتعرفت على واحدة اتجوزتها، خدت إقامة، عملت. ممكن حد ياخد الموضوع بتاعي ده كويس. ممكن حد تاني انا اخش اقول لك انا دخلت فيزا سياحة وثم دخلت عملت اللجوء، وبعد 155 يوم خدت السوشيال وخدت الورك بيرميت، وبعديها جه ميعاد المحاكمة بتاعتي، دخلت القضية اتقبلت، خدت جرين كارد، وبعديها خدت الجنسية. وجهة نظره. في واحد دخل قال لك لا انا خدت فيزا سياحة ودخلت امريكا، قعدت 4 5 شهور، عملت ملمين كويسين، نزلت واتجوزت بنت الجيران وعملت وخليت. وجهة نظره وتحترم. ما واحد تاني يقول لك انا جات لي اللوتري، قدمت اللوتري، دخلت عملت جرين كارد، واحد جنبي ظبطني بتاع إيه، مشيت الدنيا هوب خدت الجنسية. وجهة نظره. واحد دخل بدراسة وبعد كده عدل الوضع. وجهة نظره.
تمام. انا مش عايز بس يبقى في تهجمات على اشخاص، وانت يعني انت مش فاهم حاجه، يعني يعني مع كامل الاحترام، ده بيحكي روايته. ممكن روايتي اللي انا حكيتها بتتناسب مع ناس كتير جدا، يبقوا سبب ان انا الروايه هو شخص اخدني، مشى على كلامي، خد فيها، خد زي ما انا خدت الفيزا. ظروفه قريبة مني، واحد معاه 5 6 شنجن، معاه كشف حساب البنك بتاعه كويس، معاه باسبورين، معاه خلاص دخل خد الفيزا. انت ايه مشكلتك؟ فما تجيش تقول بقى لا الشخص ده مش عارفه ايه، الشخص ده مش عارفه ايه، لا انت مش عارفه ايه، لا مش عارفه مين. وللاسف والله يعني 60% من الناس اللي بتقول بتتكلم في الحاجات دي هي ما طلعوش، مش هقول لك ما سافروش امريكا، ما خدوش باسبور ما طلعوش باسبور اساسا. تمام. في شخص تاني يقول لك هو برضو شخص متيسر الحال، يقول لك لا انا راجل بتفسح بس، وعايز فيزة امريكا، عشان خاطر فيزة امريكا دي هتدخل لي دخلني بلاد العالم كلها، واي فيزا بالنسبه لي بعد كده سهله جدا. انا خدت فيزة امريكا ودخلت وطلعت، يعني انا وصلت للقمه ومع ذلك ولا كسرت الفيزا ولا هربت ولا اشتغلت ولا. وجهة نظر وتحترم. فيا جماعة يا ريت نبقى بنعرف نتعامل مع الاختلاف. يعني انا مثلا ما ينفعش انا كاحمد، انا خدت مثلا مشواري هو مشى كذا، لما اشوف اي حد من صناع المحتوى او ناس من اللي بتسيب الكومنت، فكل الاراء غلط. لا، ما لوتري ما تقدموش لوتري، دراسة ما تقدموش دراسة، امشوا في فيزا سياحة واعملوا اللي انا عملته، وياكم حد. يا عم مش كده يعني، الدنيا مش كده يعني. تمام. فما ينفعش يبقى وجهة نظرك انت بس صح، وما ينفعش يبقى وجهة نظري انا بس صح. انا شايف والله العظيم ثلاثة، وده انا استفدته على فكرة حتى من قبل ما اسافر امريكا، ومن قبل ما اعمل الكلام ده، حتى من قبل ما اسافر دول الشنجن. انا الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بالنسبة لي، يعني كنت واحد زيكم بالظبط كده، باسبور ابيض، ما عنديش اي حاجه، على الله ان شاء الله، حته عيل صغير كده ونفسه يسافر اوروبا ونفسه يسافر امريكا. فدخلت انا على اليوتيوب بقى، كنت بسمع واحد زي احمد، واحد زي فلان، واحد زي فلان، واحد زي فلان، واحد زي فلان، كنت بقعد بالساعتين ثلاثه. ليه؟ اسمع ده دخل مثلا ده راح اسبانيا ازاي، وده راح هولندا ازاي، وده راح البرتغال ازاي، وده راح عمل ايه. لما خلصت الشنجن بقى عندي باسبور تقيل. تمام. ما انا كنت يعني كنت ما بخشش بقى اسمع لواحد بس. تمام. وكان في برضه ناس وانا يا جماعه يعني هخلص بس شويه حاجات في امريكا وهكلمكم في الشنجن. بس انا بتكلم ايه، وكان في ناس من اللي بتطلع وعامل فيديو فين وهو جوه دوله من دول الاتحاد الاوروبي، وبيشجع الناس على تزوير الاوراق. اه اضربوا كشف حساب بنكي، اه اضربوا اتش ار ليتر، ودخل ما اعرفش دخل ازاي، انا كشخص انا ما اعرفش دخل ازاي، بس هو دخل. فجاه تلاقي الناس كلها يا عم اسكت، ده فلان دخل بضارب ورق. ونفسي اعرف الناس اللي هي دايما يقول لك انا اعرف واحد دخل الشخصي الواحد ده منتشر في كل المجالات، في السفر تلاقيه، في الشغل تلاقيه، بص كل حاجه هتلاقي انا اعرف واحد. انا نفسي الشخص ده لازم نمسكه يا جماعه، كلنا هنرتاح والله العظيم. فما تاخدش الظروف احمد اللي دخل بها امريكا غير ظروف حسين، غير ظروف مينا، غير ظروف تدرس، غير ظروف خالد. يعني كلها دخلت امريكا بظرف. انا بقى شايف الحاجه الوحيده المفيده في تعدد الاراء دي كلها لحضرتك كمشاهد، ان انت تسمع ليا وتسمع لده وتسمع لده وتسمع لده، هيبقى عندك قاعده معرفه كبيره جدا بالموضوع. بدل ما انت مثلا بتسمع لاحمد، خدت منه معلومه، سمعت لفلان سمعت لفلان، هيبقى عندك 10. انا والله العظيم كنت بعمل كده. يعني انا كنت قبل اي سفريه كنت احب اخش اشوف الناس اللي خدتها دي سافرت ليه وراحت ليه وجت منين وعملوا ايه وبتاع، واسمع بقى من كذا شخص، واسمع من كذا شخص. فبقى عندي قاعدة معلومات كبيرة. فما فيش بالذات بقى يا جماعة أمريكا ما عندهاش قاعدة ثابتة للقبول. احنا كلنا بناخد بالأسباب، اللي هي ايه اللي انا بطلع انصحك بيها، اللي غيري بيطلع ينصحك بيها. مثلا اللي هو يكون باسبورك متظفر بدول من دول الاتحاد الاوروبي، يكون يعني كشف حساب بنك تقيل، سفريات كويسه، حاجات دي كلها والله العظيم ثلاثه. وفي الاخر برضو قدام القنصل انت ونصيبك. انا كان قدام عيني انا واحد شنجن معايا شنجن، في واحد برضو قدامي كان معاه شنجن واترفض، واحد باسبوره ابيض والله واتقبل. باسبور ابيض ما طلعش، هو لسه مطلع الباسبور وخد الباسبور طلع بيه على السفاره الامريكيه. فمش مقياس. فاللي انا بقول لك عليه بس احنا بننصحك بالحاجات اللي هي اغلبيه الاشياء اللي انت لو اتبعتها بنسبه كبيره ممكن تاخد الفيزا. فبطلع انا بطلع غيري، فما تاخدش حاجه واحده
وعنوان الفيديو ده ما تاخدش حاجه واحده هي مقياس. لا، انا بقول لك اتفرج ليا واتفرج لده. واغلبيه صناع المحتوى انت عارف بيطلع يشتم في زميله، ويطلع يقول لك ده بيطلعوا يعملوا فيديوهات، ده بيطلع. لا يا عم، ليه؟ ما تخلي الناس يا عم. انا عايز يعني انا مثلا عايز اسمع لك، وعايز اسمع لده، وعايز اسمع لده، وعايز اسمع لده. وعلى فكره والله العظيم وربنا يشهد عليا، قبل ما كنت لسه على الابيض خالص كنت بخش اشوف الناس اللي اترفضت كمان. يعني كان حتى صاحبي يقول لي يا عم اتفائل، انت جايب لنا فيديوهات ناس اترفضت، ما انا لازم اعرف اترفض ليه. ما انا زي ما انا عمال افتح واشوف الشخص ده اتقبل ليه، انا عايز اعرف ده اترفض ليه. هل هو كان عامل حاجة غلط في الاستمارة؟ لو مثلا بيقدم سياحة، هل مثلا كان مترب جدا قدام القنصل؟ هل كان مزور؟ هل كان كذاب؟ هل ما انا لازم اعرف كل ده عشان اعرف اتجنبه. زي ما انا شفت الكويس وهقلده، عايز اعرف الغلط واتجنبه. فكنت كمان بسمع للناس اللي بتقول لك انا ما اروحش امريكا خالص اهو. كنت بسمع للناس اللي خدت رفض، عايز اعرف هو اترفض ليه، واكمل الفيديو من اوله لاخره والله. فيا جماعه، ما حدش يثبت قاعدته هي الوحيده اللي صح وكلنا غلط. لا، انا طريقتي صح والباقي كلكم ما حدش بيفهم، انا الوحيد اللي بفهم. مفيش حاجه اسمها كده. والشخص الوحيد اللي بيشوف نفسه بيفهم هو اللي لازم يروح لاقرب دكتور عشان ما يتعبش نفسه ويتعبنا معاه. تمام. فالخلاصه، اتفرج عليا واتفرج على ده واتفرج على ده واتفرج على الناس اللي خدت رفض فيزا. اعرف الناس دي اترفضت ليه، ده ما خدش الفيزا ليه، الكلام ده كله. بس ف مش عايز اطول عليكم يا جماعه. ويا ريت نكون، اخر حاجه اقدر انصحكم بيها، يا ريت نعرف نتعامل مع الاختلاف في الراي. انا مختلف معاك في الراي، لازم احترم وجهه نظرك واعبر عن احترامي لوجهه نظرك، وبعد كده ابدا اقول وجهه نظري. مش ان انا نازل بوجهه نظري عليك اقتل وجهه نظرك ولازم واحد فينا يعيش. الحاجه الوحيده يا جماعه اللي بتخليني انا اتضايق وانا اتنرفز فعلا، المصريين اللي بره اللي بيقول لك امريكا وحشه وما تجيش امريكا. يعني في واحد في الفيديوهات عندي، مش عايز اعمل له سكرين والله بالكومنتات اللي كان بيعملها قبل كده وبتاع وانزلها له واخلي منظره زباله. بس كان يقول لك ايه؟ طب يا عم انا موجود في امريكا وبقالي سنين في امريكا، ولا لا اكل ولا لا اشرب ولا لاقي وعايش عيشه الهوملس. فرديت عليه رد منطقي: طب انزل. وعلى فكره كنت في امريكا ساعتها، قلت له تواصل معايا وانت فعلا لو حالتك كده. وانا كنت في امريكا، واقسمت بالله قلت له والله العظيم انا هدفع لك تيكت الطيران من جيبي وانا هنزلك مصر. سكت. طب انت بتكره الناس ليه في امريكا؟ انت بتكره الناس ليه؟ بعد كده دخل على فيديو تاني انا كنت عامله وفاكر ان انا ناسيه. دخل على فيديو تاني قام جاي قايل لي: يا عم امريكا امريكا، انت صدعت الناس بامريكا، انت معايش. فعرفت يعني لما بتخش بيشوف الشخص ده عامل لك كومنتات قبل كده ولا لا. فعرفت ان هو كان كده. طب ما تنزل، ده انت كل ده قاعد في امريكا، ده الراجل ده انا نزلت. طب ما تنزل. انت فاهم قصدي؟ انت شايف امريكا سودة كده وضايعه وما فيهاش اكل، وانت عايش عيشه الهوملس ومشرد طب ما تنزل. كلم يا عم. انا قلت وانا في امريكا كنت عامل الفيديو ده، والناس تخش على القناه وتشوف. قلت له تواصل معايا وانا هحجز لك التيكت على حسابي وانا هنزلك مصر. طبعا انسى، اجري. انزل فين؟ انت مجنون. انا مش عايزك تيجي تعيش عيشتي، مش عايزك تيجي وتمسك 2000 و2100 و2300 دولار. مش عايزك تيجي تقدم لجوء وتعدل وضعك. مش عايزك تيجي وتتعرف على واحدة وتاخد إقامة وتاخد جنسية. مش عايزك تيجي مثلا لو انت متزوج وعندك ولادك في مصر. مش عايزك ان انت تقدر تجيب شقة جديدة، تقدر تدخل ابنك مدرسة نظيفة، تقدر. مش عايزك تعمل الكلام ده. وللأسف 97% من المصريين كده. هو مش عايزك تبقى كويس، هو عايز انا بس اعيش انت ما تعيش. يعني انا اعيش وانت تموت. طب انت عم بتشتكي من امريكا، ما تنزل. دي الناس اللي انا عندي عليها مشاكل ومش هسيبهم. يعني انا ببقى قاعد كده بشمشم عليهم في الكومنتات. فبصوا يا جماعه، امريكا كويسه امريكا، وكل فيديو اقعد اقول فيه الكلام ده، والناس هي حره بقى هي ودماغها. لو انت دخلت باذن الله امريكا باي طريقه شرعيه من اللي انا قلتهم دول، هتقدر جوه تعمل كل حاجه. والنصيحه الاولى والاخيره: شفت المصري لف من شارع التاني. سلام عليكم.